رحت عند امي بفتح التلاجة لقيتها مش نظيفة خالص. فقلت ازاي انا سايباها كده؟ بجد انا بنت مش غير صالحة خالص. فكنت صاحية بقى، كنت بايتة معاها وصحيت الصبح قلقت كده من بنتي. قمت رايحة فاصلة الفيشة وقمت ايه، مطلعة الحاجة اللي فيها اللي هي مش محتاجينها وكده، وسبت الحاجة اللي احنا محتاجينها. قلت بقى اما اجي انضف ابقى اشيلها. المهم بقى صحيت من النوم وفطرت وظبطت حالي. امال ايه بقى، ما انا هقوم اغسل التلاج ايه وايه. وقعدت افضي بقى في الحاجات دي بالشكل ده. خلصت التلاجة، الحاجة اللي في التلاجة، وبشيل بقى الحاجة اللي في الباب. قعدت بقى اشيل في الحاجة دي شوية وفضيتها خالص. وطبعا كنت فاصلة الكهرباء، مينفعش تغسلي التلاجة وانتي حاطة الفيشة وكده يعني. فالمهم ايه بقى، شلت كل الرفوف دي وشلت كل الحاجات دي. قمت رايحه بقى ايه، جايبالي شويه ميه بصابون كده وفيها شويه كلور وعلى شويه خل عشان تنضف كده وتبرق وتبقى حلو وبس. وقمت جايبه السلكه بتاعتي والليفه وقعدت ادعك كده بقى، قعدت ادعك ادعك ادعك. المهم يعني هو ما كانش فيها حاجه، وغسيل التلاجة ما فيش فيه حاجه. هو اصعب حاجه في غسيل التلاجة الحاجات الصغيره اللي في الجنب دي. عايزه تجيبيها بقى في فرشه سنان، تجيبيها فرشه سنان عندك تكوني مش مستعملاها، او بتستخدميها في تنظيف المطبخ يعني، للركن الصغيرة وكده. عايزة تجيبي طرف معلقة وتحكي بيه، عايزة تبرمي السلكة وتدخليها. المهم يعني ان هي متعبة جدا بصراحة. عندك مزيل للحاجات دي حطيه احسن لك، حطيه وسيبيه شوية، لان بجد دول اكتر حاجة تعبتني. وبرضو ما وصلتش للليفل اللي انا عايزاه. فضلت اعمل فيها كتير. يعني التلاجة خلصت معايا في ثاني بالرفف بكل حاجة، ما كملتش 5 دقايق اصلا. بس الجرة دي هي بجد اصعب حاجة. ودي اصلا اللي انا كنت مكسلة ان انا اغسل لماما سببها. يا بنتي قومي اغسلي لي التلاجة يا بنتي، شوية شوية يا ماما، بكرة يا ماما. المهم ايه بقى، قلت لا كفاية قلة ادب بقى كده، ما ينفعش يعني الست مبيتاني وكرماني ومأكلاني ومشرباني اما اقوم بقى اعمل لها التلاجة بتاعتها. المهم بقى ايه، انا اصلا ناوية ان شاء الله ان انا اقلب لها المطبخ ده كله بالتلاجة بالشقة بكل حاجة، تنظيفة رمضان باذن الله يعني. ربنا يدينا عمر كده. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله. فالمهم بقى قعدت اغسل واحكي كده زي ما انتم شايفين، شفتوا النظافة، حكوا حكوا ما يهمكوش. غسلت التلاجة من بره بقى ومن جوه وخليتها فله. قوموا يلا كده تشمروا وتشمللوا كده. اشمعنى انا يعني، اشمعنى انا اللي اقوم اغسل لهم التلاجة؟ قوموا انتوا بقى تشمللوا كده واغسلوا تلاجتكم ونضفوا شققكم كده وقبل رمضان عشان تبقوا مرتاحين في رمضان على قد التنظيفة الخفيفة. مع ان والله ولا اي حاجة بيحوق، هي كده كده بتتنضف وبتتقلب وبتتنضف وكل الكلام ده في الفاضي يعني. بس احنا ايه، بنضحك على نفسنا. هي انا يعني انا واحده من الناس ما بعرفش انضف غير لما بقلب. فهو انا هقلب دلوقتي وهقلب كل يوم في رمضان. بس ايه، ادينا بننضف، ربنا ييسر يمكن ما تتقلبش ولا حاجه. بس هفضل بقى، شفتوا بقالي قد ايه بعمل في الزخانيق دي وبرضو ما بتتعملش. اللي عنده حل يا جماعه يكتب لي في الكومنتات، يعني قولوا لي لو في بتنضفوا بطريقه تانية غير اللي انا بنضف بيها دي، عرفوني. انا حاطه في الميه كلور وصابون وخل وبس يعني، وبدعك بسلكه. فانتوا شوفوا بتزيلوا الحاجات دي ازاي وعرفوني، لان انا ما وصلتش للي انا عايزاه برضو. انا لا، هي ما فضلتش كده، هي انا نضفتها الى حد ما. لان هي لو كانت فضلت كده انا كنت هنهار، كنت هفضل برضو اعمل فيها لغايه لما تنضف. حكي حكي يلا حكي، ما هو صحة وراحة على الفاضي. حكي. عمالة بحك اهو بحك، بقالي ساعة عمالة بعمل في الحتة الصغيرة دي. ويا ريتها بتنضف، والله ما بتنضف، والله ما بتنضف. بتتوسخ ازاي وبتنضف ازاي انا مش عارفة. حد يعرفني يا جماعة عشان انا زهقت. انا اخر ما زهقت جبت سرنجة بكلور مش عليه مية ومش عليه اي حاجة، وقعدت اعمل فيها
وجبت سلكة صغيرة كده وقعدت ادخلها في الاماكن دي. يعني حاولت والله العظيم بكل الطرق، يعني هي نضفت اهي الى حد ما. بجد 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 اصعب حاجه، اصعب حاجه في غسيل التلاجة. يعني هي طول ما انت ايدك فيها هي اكيد مش هتوصل للمرحله دي. بس انا كان عندي ظروف كده وماما كان عندها ظروف فبصراحه يعني ما غسلتهاش بقالي شويه، فهي وصلت للمرحله دي. بس انا ايه يعني الحمد لله، يعني نضفتها الى حد ما. شجعوني شجعوني وما تقولوش قدام ماما كلام، قولوا ان انا نظيفة كده ونضفتها والتلاجة فلة وبتلمع وبتبرق. قولوا كده وشجعوني عشان اكمل لها باقي المطبخ بقى. بس بقى وفضلت بقى اعمل في الاركان اللي فوق واللي تحت والحاجات دي برضو. هي والله التلاجة مفيش فيها اي حاجة، هي الرفوف بتتغسل في ثواني. خدتهم بقى في الحمام وشغلت عليهم المية وفضلت اغسل فيهم ونضفتهم وبقوا فلة. هي المشكلة عندي مكان الرفوف دي، مع ان يعني مكان فيه ارفف فهي بيدخل لها الوسخ منين الحتت دي. المفروض الارفف هي اللي تتوسخ. ما علينا، الحمد لله خلصت التلاجة من جوه ودخلت بقى على الباب بتاعها. شلت الحاجات دي برضو اللي في الباب عشان تتغسل. شلت كل حاجة، يعني كل حاجة كانت في التلاجة فكتها والحاجات اللي انا فكتها دخلتها الحمام. بس يا اختي والله وقعدت بقى في الحمام امرش وادعك امرش وادعك ان هما يخلصوا، ما بيخلصوش. فين وفين لما خلصت بقى كان ظهري اتقطم. بس ازاي بقى، دي ست الحبايب يا حبيبة بقى وعيد الام وكده، يعني ما ينفعش. احنا شفتوا ما كانتش نظيفة ازاي، كان مكان البرطمانات والحاجة اللي ماما حطاها. ف ففضلت بقى اعمل فيها. هي الحاجة مش لازقة يعني، الحمد لله احنا غسلانها قريب، بس مش ايه، مش قريب قوي يعني، خلوها في سركم. هي ماما قالت لي ما تقوليش لحد، بس طبعا انتوا مش حد، انتوا مننا وعلينا. هفضل امرش وادعك امرش وادعك. شايفين؟ قوموا امرشوا ودعكوا، قوموا. قوموا ما تسيبوش تلاجتكوا كده، قوموا قوموا اعملوا لست الحبايب. بصوا النظافة، بصوا اللمعان، بصوا وصلت ازاي نضفتها. دي بقى الحاجات اللي انا خدتها الحمام غسلتها وبقت فل وبركبها. هركبها بقى كلها. والتلاجة برضو ما كانش عاجبني منظرها من بره لان هي كانت جنب البوتاجاز فاللي بيحمر حاجة او كده الزيت بيعمل عليها. عملتها برضو نضفت جدا ما شاء الله بقت حلوة. هركب بقى كل الحاجات دي عشان ارجع الحاجة مكانها. قلت بقى رمضان داخل ومفارش رمضان عندنا الحمد لله، اما ازوق لها التلاجة عشان تفتحها كده ايه تشوف المنظر، المنظر يشرح القلب طبعا، عشان تحس برمضان في التلاجة وبره التلاجة. امال يعني امال هنحس برمضان ازاي؟ مش الضيوف لازم هتدخل تقعد في التلاجة عشان يحسوا برمضان؟ فقلت لها يلا يا ماما بقى اما ازوقها لك بقى واحط لك المفارش. بس لقيت المفارش دي مش هتنفع، قلت لها لو في حاجة اتحطت عليها مية هتبوظ. فجبت لها بقى مفارش بلاستيك، بلاستيك كده وعليها شراشيب. يعني شلت الحاجات دي كلها، انا صورتها الاول بعد كده شلتها وجبت لها بقى المفارش التانية اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. بتبقى بلاستيك كده تستحمل الحاجة اللي في التلاجة، يعني حتى لو حاجة وقعت مية او كده مش هتبوظ. والحمد لله خلصت التلاجة وظبطتها ورجعت الحاجة مكانها و ولزقتها بقى من بره بالشكل ده لان هي كانت عليها زيوت كتير. فنضفتها طبعا ونشفتها ولزقتها. قلت لها يا ماما ده مش هيخرج، قالت لي لا مش مشكله، هحاول اطلعه بالاستشوار وكده. عملت الناحيتين، ما رضيتش اعمل من الوش طبعا، ما لازم التلاجة ترمضم معاها. كل سنه وانت طيبه يا تلاجة. يا رب الفيديو يعجبكم، مع السلامه يا حبايبي.